السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم جبت لكم وصفه تاع بطاطا في لاكوكوت، وصفه صيفيه وطيب لكم بالخف وتجي بنينه. نمر مباشره لطريقه التحضير. واش نحتاجو للوصفه؟ عندنا 3 حبات بطاطا متوسطه الحجم، قطعتها دي رندل بهذا الشكل. نتوما ديروا على حسب افراد العائله تاعكم. عندي حبه بصل متوسطه الحجم مربيتها. نروحو ليزيبيس، عندي فلفل اسود، عندي بابريكا، انا هذه جتني قليله ومن بعدها زدت ضفت منها. عندي ملعقه من الكركم وملعقه من راس الحانوت. ضفت لها هنايا شويه زيت، وضفت لها مكعب من جامبو يعني، وشويه ملح. نخلطوهم جيدا حتى يدخلوا لي زيبيس في هذيك البطاطا. والله يا البنات وصفه سهله وطيب لكم بالخف، اون بليس تجي بنينه هايله. اللي تكون مزروبه ديرها ولا غيتساعدها بزاف، سورتو في لاكوكوت. اذا نديرو الخليط تاعنا في لاكوكوت كيما راكم تشوفوا. وهنايا كان عندي نصف صدر دجاج كنت قطعته بهذا الشكل، تقدروا تستغناو عليها نورمال. وهنايا درت كاس من الماء، درت فيه شغل لي زيبيس هذوك اللي فضلوا لي من البطاطا. فوالا درتها هنايا طيب وغلقت عليها واحد 7 دقائق ولوا ليها. هنايا بعد ما طابت لي راني درت لها شويه فرماج كاضافه، يعطي له بنه هايله. هذه الوصفه تقدروا ما ديروها في شغل قراطه نورمال، انا حبيت نديرها في لاكوكوت باسكو كنت مزروبه. شوفوا هنايا بعد ما وليت لها، شوفوا كيفاش طابت لي، جت هايله. مام البنات تاعها والله يا البنات عالميه، بنتها هايله. نتمنى تجربوها كامل وتعطولي رايكم في لي كومونتير. ابقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونلتقي في وصفه جديده. ما تنسونيش بلايك وكومنتير وتبعثوا الوصفه لصحابكم. سلام.